الغلط اللي كديرو هو ملي كتخليو رجلكم هكا على اللومبرياج في وقت ديال الامتحان. هاد الطريقه هذه هي اللي كتخلي الرجل ديال الكونديدا المترشح تعيا وكتبقى رجلو ترجف. عليكم اخوتي اخواتي متابعي قناه تعليم السياقه اجي تعلم السياقه. ان شاء الله اليوم غادي يكون واحد الفيديو مبسط. ان شاء الله غادي نوريكم واحد الخطا فادح كيديروه المترشحين ديالنا النهار اللي كيفوتوا الامتحان. كيديروا واحد الخطا اللي كيخليهم يخافوا ويستريساو ويقدر حتى يخسروا نهار الامتحان. اول حاجه اللي كدار هو ملي كنكونوا واقفين في الصف، يعني كنكونوا دايرين التور ملي غادي ندخلوا للكراج. شنو كيدير المترشح؟ كيخلي رجلو على اللومبرياج بحال هاد الطريقه وكيبقى يتسنى التور ديالو. يعني كتكون الطوموبيل حداه، كيزيد واحد شويه، كيدير برومي، يقلع شويه لومبرياج، يتمشى، يولي يدير بامور وكيبقى يخلي رجليه هكا. هذا الخطا ممنوع بتاتا نهار الامتحان. علاش؟ هنايا دابا رجلي غادي شحال ما كنت واطي بزاف هكذا، رجلي غادي تبقى توجعني ونستريسا ونخاف، ورجلي تقدر كتبقى ترجف. كي كنبقى نطلق رجلي على اللومبرياج باش نتمشى كتبقى رجلي ترجف. الاغلبيه كتخرى البنات والنساء اللي كيدوزوا الامتحان. دونك شنو ندير؟ الحل السهل هو نطلق رجلي على اللومبرياج ونحطها هنا، يا اما نحطها هكذا ولا نحطها في هذه البلاصه ونخليها ترتاح. ما نخليش رجلي مكوانسيه مزيره هكذا، نخلي رجلي هكا. راني شاد التور، وصلت للبلاصه ديال الكراج، درت برومي، قال لي الممتحن زيد، نطلق واحد شويه نتمشى، نولي نوطا كنديرو بامور ونولي نقلع رجلي على اللومبرياج. ما نخليش رجلي، حيت علاش؟ كتبقى توجعني وكتبقى رجلي ترجف. داكشي علاش كيخلي المترشح يخاف ولا يستريسا ولا يقدر كاع يخسر لا قدر الله. دونك انا نحط رجلي ونخليها مرتاحه. كي نوصل نفوت للكراج وكنمشي للكرينو، نمشي عاوتاني لومبرياج برومي، ندير بامور ونطلق رجلي على اللومبرياج ونحط رجلي باش رجلي ما تبقاش توجعني وما ما ترجفش. هذا فيما يخص هذه الطريقه ديال يعني ديال الامتحان. نحاول زعما الناس اللي غادي تشوف هذا الفيديو، الناس اللي غادي تفوت الامتحانات، يعني ما يديروش هذا الخطا باش كلشي يفوت بخير وعلى خير. خليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.